في خدمة أهل البيت عليهم السلام، وكان مولع بمحبتهم وما ضيع جزء بسيط من حياته إلا وأشغله بخدمة أهل البيت عليهم السلام والتأليف، بحيث بعد 70 سنة من الخدمة العظيمة استطاع أن يألف أكثر من 70 مجلد، وكذلك أبرزهن موسوعة سيرة أهل البيت عليهم السلام اللي تتكون من 40 جزء وترجمت إلى عدة لغات، واللي تتناول حياة المعصومين من ولادتهم إلى شهادتهم. أيضا ألف رسالة في الحقوق والعمل ترجمت إلى أكثر من 12 لغة، وكذلك كتب منهاج تربوي إسلامي يدرس في بعض البلدان العربية، وكذلك عنده ردود مختلفة عن معظم الإشكاليات التي أثيرت حول سيرة أهل البيت عليهم السلام. تتلمذ الشيخ على يد كثير من أساتذة الحوزة العلمية، لكن أبرزهم السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، وكذلك السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه. أما قصة الشيخ مع أبي الفضل العباس عليه السلام، ففي أحد الأيام اجى شخص من جيران الشيخ لزيارته وسأله: هل كان في كربلاء في الليلة الماضية؟ فأجاب الشيخ: لا، وصادف هذا اليوم ثلاثاء. فقال له الشيخ: أنا معتاد على زيارة الحسين عليه السلام في ليالي الجمعة فقط. فأخبر الرجل أنه في الليلة الماضية رأى فيه حلما عجيبا. فأخبر الشيخ: وما هو الحلم؟ فقال له: كأني رأيتك عند أبي الفضل العباس عليه السلام وواقف أمام ضريح الطاهر، وإذا برجل عظيم يخرج من الضريح ومملوء بالنور، وقام باحتضان الشيخ، لكن هذا الرجل مقطع اليدين. فتأثر سماحة الشيخ بهذا الحلم وقال له: أنا في الليلة الماضية في الساعة 2 بعد منتصف الليل أنهيت الكتاب المختص بسيرة قمر بني هاشم أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فهنيئا له هذا القرب من أهل البيت عليهم السلام. وبعد أمر مملوء لحظاته بخدمة أهل البيت عليهم السلام، مرض الشيخ مرضا شديدا، وفي آخر لحظات حياته خاطب الزهراء عليها السلام بهذه الكلمات: قال 7 مرات: آه يا زهراء. ثم قال: روح الأنبياء في صدر الزهراء، الملائكة تفتخر وتعتز بالزهراء، النبوة والإمامة امتداد في الزهراء، حلم الأنبياء في فؤاد الزهراء. ثم أشار بيده: الزهراء الزهراء، المؤسس الأول والمدافع الأول عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. وفي عام 2012 فجعت النجف بفقد العلامة الشيخ القرشي رحمة الله عليه، قامت بتشييع مهيب عظيم لهذا العالم الكبير، وتم دفنه